إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة توب ميكس علي المنسي، ومش كل ميكس يبقى توب ميكس. طبعا في أول الحلقة حابب أشكر الناس اللي علقت لي امبارح على الفيديو بتاع كثرة الإنتاج وزيادة البيض. تعليقات كويسة، تعليقات تشوفها كده تديك هدف إنك أنت تكمل. والله العظيم زي ما بكلمكم التعليقات اللي أنا شفتها امبارح دي تعليقات كويسة تديك هدف إن أنت تكمل. طبعا إحنا بنعلى بيكم، اتفقنا رجالة، وإحنا بنطلع بنفيدك حاجات تلغية. فبالتالي لما انت تتفرج وتسيب لي تعليق كويس انا بتديني حماس ان انا اقدر اطلع اعمل لك فيديوهات تاني. ده بالنسبه للناس اللي هي ايه؟ الناس اللي هي ما عندهاش حقد، اللي هي بتعلق تعليقات من قلبها. طبعا هم عارفين نفسهم الناس الكويسه اللي عندي على القناه وبتعلق. بشكركم كلكم وتحياتي ليكم كلكم يا جدعان. واي حد محتاج منكم اي حاجه بيكلمني بقدر افيده بقدر المستطاع. عندي المعلومه بفيدك بيها. اتفقنا يا رجاله؟ طبعا اتكلمنا امبارح ازاي نخلي كثرة البيض، وازاي نخلي كثرة الانتاج وكثرة الزغاليل، وازاي تخلي حمامك كله يحصي مرة واحدة مع فرق ايام. انا عن نفسي بعمل ايه؟ ولو ياكل انا عندي 10 بطوس اللي هنا دول اللي اتكلمنا عليهم امبارح، باخد منهم الحصى وباخد منهم زغاليل، ولازم اريحهم بين الوش والوش 6 ايام او 7 ايام. هتقول لي انت كل وش بتعمل كده؟ او كل وش بعمل كده. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه. ما بسيبهمش يزقوا زغاليلهم، انا بسحب الزغاليل عمر يوم من تحت الاهالي وانا بشتغل معاهم بتوب ميكس. اتفقنا؟ عشان كده لازم اعوضه. بيجي عليا وقت بسحب الحصى من تحتيهم، تبقى هي مثلا لسه محصيه النهارده 3 ايام، ابص اشوف الحصى عرق دم ولا ما عرقش، واشوف ايه اللي جاهز عندي في الحضان واخده اديهولهم. زي ما عملنا كده، كان في القص الحمر كانوا محصيين والقص السيرابتراتيل كانوا محصيين، سحبنا منهم الحصى حطيناهم فين؟ تحت الحضان. والزغاليل الباقيه اللي كانت موجوده في المناير خدتها واشتغلت معاها فين؟ اشتغلت معاها بتوب ميكس تحت في الحضانه. يبقى انا لازم اجهزهم، ما ينفعش ان هي بتبقى خلاص لسه بايضه بقى لها اسبوع ولا 5 ايام واطلب منها انا تحصي تاني. اتفقنا؟ خدناهم حطينا العزاب لوحديهم والطوائر لوحديهم. ما ينفعش اديهم اكل وشرب بس. ما لو هديهم اكل وشرب بس يبقى اديهم اكل وشرب بس وهم في عيونهم. فاهمني؟ عشان الحمام يديك انتاج، عشان الحمام يفيدك لازم انت كمان تفيده. البيض ده بيتجمع منين؟ بيتجمع من جسم الطائر. فلازم الطائر ده يكون اصلا جسمه مظبوط، مش مفيهوش شقفه. فاهمني؟ ما عندوش برد، ما عندوش سالمونيلا، ما عندوش كنجر. لازم يكون داخل متهيأ ان هو يتجوز ويجيب لي بيض وزغاليل. متفقين على هذا الكلام؟ يبقى احنا عملنا ايه؟ فرقنا الحمام لوحده. واول حاجه هنعملها لهم النهارده هقول لك ايه. دلوقتي انت فارق الحمام امبارح حطيت له اكله وحطيت له شربه، ونص ساعه قشطت من حواليهم الاكل والشرب. فاهم؟ لازم بعدها بنص ساعه تشيل الاكل وتشيل الشرب. هتقول لي بتشيل الميه ليه؟ المفروض الميه نسيبها لهم. هقول لك بنشيل الميه ليه؟ بنشيل الميه عشان هنبدا نحط لهم حاجات للديدان، هنبدا نحط لهم حاجات للكنجر، هنبدا نحط لهم فيتامين، هنبدا نحط لهم كالسيوم. فبالتالي لازم الفرد يكون عطشان عشان لما يجي يدوق طعم الميه ما يلاقيش طعم الميه متغيره ويسيبها لك على الجنب. فهمتني؟ يبقى انت هتعمل ايه؟ هتحط اكل، هتحط شرب، وهتنتظر نص ساعه، هتقشط من حواليهم. هتشيل الاكل تحطه لوحده، وهتشيل الميه تغسل المسائل وتكفي الاثنين، وترجع لهم بعدها بتاني يوم تحط لهم الاكل. هتلاقي كله كل، هتلاقي كله اتظبط معاك وكل، وتبدا بقى تحط اللي انت عايز تحطه. اتفقنا يا جماعه؟ الموضوع سهل يا جماعه والله فوق ما تتخيلوا، بس هو عايز تفتيح دماغ وعايز تشغيل دماغ. الحمام اللي مش بيتجوز، اللي عنده حمامتين مش عايزين يتجوزوا، لو عمل نفس الكلام برضو اللي انا بعمله في الحمام اللي مش بيتجوز عنده، الحمام هيتجوز عنده وهيفرق. الحمام اللي هو بقاله فتره مش شغال، مش شرط انك تعمل الموضوع عشان خاطر تتكثف موضوع البيض والزغاليل. لا، اللي عندك حمام بقاله فتره مش شغال اعمل نفس الكلام برضو. هم كده طالما مش شغالين يبقى هم مش متهيئين ان هم يشتغلوا. لازم انت تهيئهم. مش اي ذكر حمام مع انتاج حمام تحطهم هيشتغلوا. في بتيجي معاك كده ده كرم من عند ربنا، تحطهم تلاقيهم يشتغلوا، وفي جوز تاني ما يشتغلوش. يبقى لازم ترجع تشوفهم ما اشتغلوش ليه. تمسك الذكر تشوف عليه ريش ولا معلوش ريش، وتمسك النتايه تشوف عليها ريش ولا معلهاش، وتشوف البنت مليسه مش مليسه. لازم تهيئها للجواز بمعنى اصح.
لازم تديها الفيتامينات بتاعتها، لازم تديها الكالسيوم بتاعها، لازم تديها السيلينيوم، لازم تديها الكلام ده كله عشان يبقى داخله متحضره. هي دي اسمها في الغايه تحضير الحمام. انا عندي مثلا بنتين عاده مشغلهم على ذكر واحد. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ازاي. البنتين دول بعمل معاهم نفس الكلام. بتبقى البنت قاعده عندي مثلا في المنير او في السلاكه لوحدها، وهو معاه بدايه ثانيه. طبعا هي قاعده هنا مش قاعده بتلعب، هي قاعده هنا بتاكل وتشرب، والفيتامين والكالسيوم والمغنيسيوم والدنيا بتاعتها بتاخدها. وهو معاه النتايه الثانيه داخلاله متحضره، داخلاله زيفه بمعنى اصح. اسبوع بالظبط وبتحصي منه، اسبوع وبتحصي. ساعات بنخليها تقعد على البيت لحد ما دي تزوف، وساعات نسحب منها بيضه، اول واحده ترميها نحضنها والثانيه نحضنها بعد منها. كده احنا خلصنا. بنرجع نسحب الترعه اللي احنا كانت موجوده عند الذكر دوت، نحطها في سلاكه ثانيه ونحضرها، وطبعا الثانيه اللي تحت بتبقى جاهزه. بنديله هو يوم سيلينيوم يوم كالسيوم وندخله الترعه الثانيه. يبقى انت استفدت منه على بنتين، استفدت منه على ترتين. بس طبعا ما انصحكش انك تعمل كده. عايز تعمل كده وعايز تجرب كده اعمل، فاهمني؟ انا ما بقولكش انا بعمل كده، لا انا بعمل كده في جزء واحد بس. عندي ذكر عاده وبنتين، فانا عايز اغير فيهم دم، عايز اشوف الدم ده مع الدم ده هيجيب لي ايه، عايز اشوف الدم ده مع الدم ده هيجيب لي ايه. فهمتني؟ هو ده تغيير دم الحمام. ما يبقاش عندك حمام كله دم واحد، لازم تدخل حاجه في النص تغير بيهم دم وتظبط حمامك. وتغيير الدم ده مطلوب في الحمام. بتلاقي الحمام طالع معاك فايق، مش كلهم من عيله واحده. الحمام كله من عيله واحده بيطلع لك زغاليل مرفعه، بيطلع لك زغاليل رجليها مكسحه. الكلام اللي انت فاهمه ده كله اكيد حصل عندك الكلام ده كله لو انت مش بتغير دم. طبعا الكلام اللي انا بقوله دوت الناس اللي هو حمام وفاهمه الكلام دوت اكيد فاهمه انا بقول ايه. انت يعني لسه مبتدئ، شغل دماغك في الكلام ده كله. ما يبقاش كل اللي عندك عيله واحده، لازم تدخل واحد من بره يغير دم من العيله دي كلها. اتفقنا يا رجاله؟ يبقى الموضوع ده هنعمله اذا كان عندك حمام ما بيشتغلش، عندك حمام مريح، عندك حمام انت بتاخد منه قصر البيت، بتاخد منه زغاليل كتير، فانت لازم تجهزه للانتاج. هنقول لكم بقى هنعمل ايه. ديت يا رجاله دي حاجه انا جايبها، دي مسؤوله للديدان للحمام. اول يوم لازم انضف معدته كله، لازم انضف معده العزاب والطوارئ، لازم يتنضفوا عشان خلاص بقى انتوا داخلين مرحله الجواز، فانا لازم ايه اهيئكم. بص يا باشا ده للديدان، ده قاتل ديدان، قاتل قوي للديدان. الناس اللي في اسكندريه، الناس اللي عارفين تيجي تطلبوا مني بديهولهم. انت دلوقتي بره اسكندريه او مش عارف توصل لي، في اكتر من حاجه للديدان، في اكتر من حاجه للديدان. في حاجه اسمها بندكس، انت ممكن تشتغل بيها برضه، دي ممتازه جدا، بس ما تشتغلش منها 3 ايام ورا بعض، ما ينفعش. ده بيبقى فيه مضاد سموم، فلو تقلت منه على الحمام بيموت منك. فتح دماغك للنقطه دي قوي عشان ما تقوليش الحمام بيموت مني، لا انا بقول لك اهو البندكس اللي موجود بشري ما ينفعش تزود منه عشان فيه مضاد سموم بيقتل البكتيريا اللي في الحمام، وساعات بيجني على الحمامه نفسها. بنجيبه جردل ميه، شوف انت بتشرب ميه قد ايه، يعني انا مثلا وليكن بشرب ميه قد كده، قد الجردل دوت مثلا. في ناس بتحب انها تشتغل في بق الفرد على طول عادي، في ناس بتحب تحط في الميه. ده لو هتشتغل منه فم الفرد هتديله 3 نقط يوم واحد بس وتوقفه، يوم واحد بس وتوقفه. اما بالنسبه هتشتغل في جردل الميه، انت عندك مثلا حمام كتير ومش فاضي انك تمسك او ما عندكش وقت انت بتمسك فرد تديله بقه، يبقى هتمسك دوت كده اهو وهتفضيها كلها في ال5 لتر اللي موجودين هنا. دول 5 لتر فضينا فيهم اللي هو قاتل الديدان دوت، وتبدا تمسق للحمام. يعني ايه تمسق؟ يعني تشرب حمامك. في حمام طبعا ده من امبارح ما شربش، فبالتالي لما يشوف الميه مش هيفكر، هيشرب معاك ساعتها. فعشان كده بقول لك لازم تشيل الميه من عند الحمام. يعني مثلا عندك اهو طبعا دول مغسولين من امبارح ومتقشط من حواليهم، جينا طلعنا الصبح فطرناهم وهنبدا نشربهم. تمام؟ طبعا بتقلب كده وبتدي ايه؟ الحمام انه يشرب. طبعا هنا عشان المنير مقفول فبالتالي انت مش هتشوف هو شرب ولا لا، فانا لما اروح معاك عند المنير الثاني هقلب لك الكاميرا عليه وهفرجك هيشربوا ازاي. مش هيفكر، هيحط بوزه في الميه مش هيطلعها لما يكون خلاص.
مش هيطلعه لما يكون خلاص ايه ان هو ارتوى. لكن لو انت سايب له الميه عنده، لو انت سايب الميه عنده مش هيشرب. هيجي يحط فمه في الميه كده مش هيرضى يشرب خلاص، هيقول لك الميه طعمها متغير، مش هكمل. الحمام فاهم، الحمام فاهم، لو لقى حاجه غريبه في الميه ما بيشربش. فبالتالي لو هتحط الغاز، هتحط كالسيوم، هتحط فيتامين، هتحط حديد، هتحط مغنيسيوم، لازم تكون الحمام على عطش، على الاقل 8 ساعات على عطش. يلا بينا مع بعضينا كده، جايب لك الكاميرا الناحيه الثانيه تتفرج معايا تشوف الحمام هيعمل ايه. بص يا كبير، طبعا ده من امبارح ما شربش، معطشينهم عشان لما يجي يشوف الميه ما يفكروش، ينزل على الميه على طول. طبعا انت ما بتملاش لسه على اخرها عشان خاطر بعديها بشويه انت بتفضيها تاني، بعديها بشويه انت بتفضيها تاني. اتفرج بص اهو، اول واحد حط دماغه وما فكرش بيشرب. يبقى احنا حاطين حاجات للديدان عشان نقدر ننظف معدته. واحده واحده مع بعضينا اتفرج الحمل لما بيبعد عنه هيشرب ازاي. بص يا باشا، اول ما يشوف الميه بيشرب، ما بيفكرش بقى الميه فيها ديدان ما فيهاش ديدان، فيها مغنيسيوم فيها كالسيوم، ما بيفكرش، بيحط بوزه وما بيطلعش الا لما خلاص يكون شبعان. هو ده اللي بقول لك عليه، انك انت لازم تعطش الحمام، لازم تعطشه. يعني عندك برضه الذكر دوت اهو نفس الكلام برضه اهو. بص مفيش تفكير، مفيش تفكير. ده فايدة ان اقول لك لازم تعطش الحمام. نشوف اللي بعد منه. طبعا دول برضو ما شربوش من امبارح، بس دول تحتيهم حصويتين فانا ايه سايبه لهم. فلازم برضو ادي حاجه للديدان، لازم ادي الحمام كله، لازم افتح دماغي الغذائيه كلها عشان الحمام يقدر يديني وعشان الحمام يقدر استفيد منه. وان شاء الله انا بعلى بيكم انتوا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. وبكرر تحياتي للناس اللي بتعلق تعليقات كويسه. ولو انت مشترك اعمل لايك، لو مش مشترك اشترك في القناه اعمل لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.